السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة. هنتكلم النهاردة عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بكام رسميا بعد رفع البنزين، وهل شهدت زيادة جديدة أم لا. وهنتكلم أيضا عن أسعار رغيف العيش بعد زيادة سعر الخبز المدعم والسياحي تثير قلق المواطنين بعد قرار البنزين وشعبة المخابز توضح التفاصيل. بس قبل ما نتكلم على كل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. هناك بعض الارتفاع في بعض الأنواع من الخبز، وقال رئيس شعبة المخابز حتى تلك اللحظة لن يتم فرض أي زيادة على سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، وذلك بشرط أن تستمر الدولة في تحمل فرق الدعم المقدم للخبز. ولكن هناك تغيير في أسعار الخبز السياحي، وقال إن أسعار السولار الجديدة تسببت في تكاليف إضافية والتي بلغت نحو 30 جنيه على كل شوال دقيق يستخدم في إنتاج الخبز، مما يضع ضغوطا على المخابز، إلا أن الدولة بتعمل في الحفاظ على استقرار أسعار الخبز المدعم. أما بالنسبة لأسعار الخبز السياحي أو الخبز الحر، من المتوقع أن تشهد زيادة خلال اليومين المقبلين، وأوضح أن تلك الزيادة لن تكون كبيرة، وأنه يتم حاليا عقد الاجتماع مع الجهات المعنية بإنتاج هذا النوع من الخبز لتحديد نسبة الزيادة بشكل دقيق. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك الاجتماع خلال 48 ساعة، وبعدها سيتم الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة في أسعار الخبز السياحي أو الخبز الحر. وبعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الجميع يتساءل عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بكام رسميا بعد رفع البنزين، وما هي الزيادة الجديدة. قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قررت زيادة سعر البنزين والسولار للمرة الثالثة على التوالي في هذا العام. وفي هذا التقرير سوف نوضح أسعار اسطوانات البوتاجاز للمستهلك وفقا لآخر قرار رسمي، وهنوضح لكم أسعار البنزين الجديدة. سعر بنزين 95 سعره 17 جنيه لتر، سعر بنزين 80 سعره 13.75، سعر بنزين 92 ب15 وربع. أما بالنسبة لأسعار اسطوانات البوتاجاز فهي حتى الآن لم تسجل أي زيادة جديدة في الوقت الحالي منذ ارتفاع أسعارها بشهر سبتمبر. وجاءت الأسعار وفقا لآخر قرار رسمي صادر، وهي أسعار اسطوانات البوتاجاز السعة 12.5 كيلو جرام سعرها 150 جنيه، اسطوانة الغاز سعة 25 كيلو جرام سعرها 200 جنيه. أسعار الخضار وأسعار الفاكهة هتزيد كام بعد رفع البنزين؟ ونقيب الفلاحين بيفاجئ المواطنين بهذه التوقعات، وحالة من التساؤلات بدأت تسيطر على المواطنين شأن ما سيحدث في أسعار الخضار والفاكهة أيضا بعد مرور يومين من قرار رفع أسعار البنزين والسولار. وقال إن هذا القرار سوف يكون له تأثير سلبي على المزارعين خاصة، وعن سبب ذلك كشف زيادة أسعار الوقود والمحروقات سوف ينتج عنه ارتفاع أسعار التكلفة في مجال الزراعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يتسبب في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في جميع أسواق مصر بنسبة تصل إلى 15%، وهذه النسبة وفقا لتوقعاته. وكشف أن أسعار السولار سوف يكون له تأثير ملحوظ في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، موضحا نسبة الزيادة المتوقعة أن تصل لها لأسعار الخضروات ستكون 7% وتصل إلى 10%، وذلك بيتوقف على كل محافظة، لافتا أن السولار يعد أحد العوامل التي يعتمد عليها المجال الزراعي في مصر بنسبة تصل إلى 98%. وهام جدا لأصحاب المعاشات والمستفيدين قبل صرف معاش شهر نوفمبر وحقيقة زيادة المعاشات 1000 جنيه وأول رد رسمي من التأمينات. ونفت الهيئة القومية للتأمين الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المعاشات بقيمة 1000 جنيه اعتبارا من يناير المقبل. وذكر مصدر مسؤول داخل الهيئة أي زيادة في المعاشات تأتي وفق التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، والذي ينص على أي زيادة المعاشات تتم سنويا في شهر يوليو وليس في يناير، إلا في حالة صدور توجيهات رئاسية تعجل بموعد صرف الزيادة. وحتى الآن لم تصدر أي قرار رسمي من الرئيس حتى الآن بخصوص تعديل موعد الزيادة. وأضاف المصدر إن المادة 35 من قانون التأمينات بتنص على أن زيادة المعاشات تكون مرتبطة بمعدل التضخم على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% سنويا، ويتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو كل عام. كما تشترط أنه لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة في الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يوليو من كل عام. كده نكون انتهينا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة مكتب العقارات المميزة. هنتكلم النهاردة عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بكام رسميا بعد رفع البنزين، وهل شهدت زيادة جديدة أم لا. وهنتكلم أيضا عن أسعار رغيف العيش بعد زيادة سعر الخبز المدعم والسياحي تثير قلق المواطنين بعد قرار البنزين وشعبة المخابز توضح التفاصيل. بس قبل ما نتكلم على كل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. هناك بعض الارتفاع في بعض الأنواع من الخبز
الخبز. وقال رئيس شعبة المخابز: حتى تلك اللحظة لن يتم فرض أي زيادة على سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، وذلك بشرط أن تستمر الدولة في تحمل فرق الدعم المقدم للخبز. ولكن هناك تغيير في أسعار الخبز السياحي. وقال إن أسعار السولار الجديدة تسببت في تكاليف إضافية والتي بلغت نحو 30 جنيه على كل شوال دقيق يستخدم في إنتاج الخبز، مما يضع ضغوطا على المخابز، إلا أن الدولة بتعمل في الحفاظ على استقرار أسعار الخبز المدعم. أما بالنسبة لأسعار الخبز السياحي أو الخبز الحر، من المتوقع أن تشهد زيادة خلال اليومين المقبلين، وأوضح أن تلك الزيادة لن تكون كبيرة، وأنه يتم حاليا عقد الاجتماع مع الجهات المعنية بإنتاج هذا النوع من الخبز لتحديد نسبة الزيادة بشكل دقيق. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك الاجتماع خلال 48 ساعة، وبعدها سيتم الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة في أسعار الخبز السياحي أو الخبز الحر. وبعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار، الجميع يتساءل عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بكام رسميا بعد رفع البنزين، وما هي الزيادة الجديدة. قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قررت زيادة سعر البنزين والسولار للمرة الثالثة على التوالي في هذا العام. وفي هذا التقرير سوف نوضح أسعار الاسطوانات البوتاجاز للمستهلك وفقا لآخر قرار رسمي، وهنوضح لكم أسعار البنزين الجديدة. سعر بنزين 95 سعره 17 جنيه لتر، سعر بنزين 80 سعره 13.75، سعر بنزين 92 و15 وربع. أما بالنسبة لأسعار اسطوانات البوتاجاز فهي حتى الآن لم تسجل أي زيادة جديدة في الوقت الحالي منذ ارتفاع أسعارها بشهر سبتمبر. وجاءت الأسعار وفقا لآخر قرار رسمي صادر، وهي أسعار اسطوانات البوتاجاز السعة 12.5 كيلو جرام سعرها 150 جنيه، اسطوانات الغاز سعة 25 كيلو جرام سعرها 200 جنيه. أسعار الخضار وأسعار الفاكهة هتزيد كام بعد رفع البنزين؟ ونقيب الفلاحين بيفاجئ المواطنين بهذه التوقعات. وحالة من التساؤلات بدأت تسيطر على المواطنين شأن ما سيحدث في أسعار الخضار والفاكهة أيضا بعد مرور يومين من قرار رفع أسعار البنزين والسولار. وقال إن هذا القرار سوف يكون له تأثير سلبي على المزارعين خاصة، وعن سبب ذلك كشف زيادة أسعار الوقود والمحروقات سوف ينتج عنه ارتفاع أسعار التكلفة في مجال الزراعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يتسبب في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في جميع أسواق مصر بنسبة تصل إلى 15%، وهذه النسبة وفقا لتوقعاته. وكشف أن أسعار السولار سوف يكون له تأثير ملحوظ في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق، موضحا نسبة الزيادة المتوقعة أن تصل لها لأسعار الخضروات ستكون 7% وتصل إلى 10%، وذلك بيتوقف على كل محافظة، لافتا أن السولار يعد أحد العوامل التي يعتمد عليها المجال الزراعي في مصر بنسبة تصل إلى 98%. وهام جدا لأصحاب المعاشات والمستفيدين قبل صرف معاش شهر نوفمبر وحقيقة زيادة المعاشات 1000 جنيه وأول رد رسمي من التأمينات. ونفت الهيئة القومية للتأمين الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة المعاشات بقيمة 1000 جنيه اعتبارا من يناير المقبل. وذكر مصدر مسؤول داخل الهيئة أي زيادة في المعاشات تأتي وفق التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، والذي ينص على أي زيادة المعاشات تتم سنويا في شهر يوليو وليس في يناير، إلا في حالة صدور توجيهات رئاسية تعجل بموعد صرف الزيادة. وحتى الآن لم تصدر أي قرار رسمي من الرئيس حتى الآن بخصوص تعديل موعد الزيادة. وأضاف المصدر إن المادة 35 من قانون التأمينات بتنص على أن زيادة المعاشات تكون مرتبطة بمعدل التضخم على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 15% سنويا، ويتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو كل عام. كما تشترط أنه لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة في الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يوليو من كل عام. كده نكون انتهينا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو.